بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي راكم حبوباتي؟ إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف وطولت عليكم الغيبة. كيما تعرفوني حتى وكي نطول عليكم الغيبة راح نجيب لكم حاجة اللي راح تعجبكم. كيما راكم تشوفوا اليوم راح ندير معكم هاد الحلوى البسيطة والمقاديرها السهلة. تبعوني الفيديو الأخير وشوفوا كيفاش راح نحضروها. هنا اول حاجه كما راكم تشوفوا راح ندير معكم 250 غرام تاع الزبده. هنا بالنسبه للمقادير اذا كنتي يعني حابه ديري حاجه اكثر يعني تضاعفي المقادير، واذا كنتي حابه حاجه اقل تنقصي المقادير. يعني اذا درت كما تشوفوا انا هنا درت 250 غرام تاع الزبده، تقدري ديري 100 فقط و50 125 عفوا نتاع الزبده، وتنقصي كل المقادير اللي انا راكم تشوفوا فيا حطيتهم هنا معكم. هنا كما شفتوا انا حطيت اول حاجه الزبده. هنايا راح ندير معكم حوالي 4 مغارف حتى ل5 مغارف نتاع السكر. هنا بالنسبه للسكر على حسب كل واحد واش يحب الحلاوه نتاع العجينه نتاعو. هنا من الاحسن ما نكثرولهاش الحلاوه بزاف، لان من بعد رايحين نزيدوا فيها حوايج اللي فيها حوايج حلوه. هنا نكمل كما تشوف، من الأحسن نغرب السكر باش ما يخليناش هذوك الحبيبات، ومن بعد نضيف حوالي 3 مغارف نتاع مايزينا كما راكم تشوفوا. هنايا المايزينا اذا كان عندك تقدري ديريها، كما اذا كان ما عندكش تقدري تستغني عليها. هنايا درت معكم ثانيك لافاني. وبالنسبه للبيض انا راح ندير حبه بيض كامله وصفار حبه بيض. وبالنسبة ثانيك أنا ضفت هنا 3 مغارف نتاع الزيت. هنا ما على باليش كيفاش ما تصوروليش في الفيديو. وراح نضيف نصف مغرف نتاع خميرة الحلوى. يعني خميرة الحلوى هنا نحاولوا أن ما نضيفوش بزاف، لأن ما نحتاجوش الخميرة تاعنا تكون يعني بزاف. نحاول نخلط كامل الخليط هذا تاع اللي أنا حطيت كل المكونات. نحاول كامل نذوب هذيك الزبدة والمقادير كامل المكونات مع بعض، ومن بعد نبدأ نضيف المكونات اللي بقاو. هنا كما راكم تشوفوا بالنسبه للزبده يعني كما راكم تشوفوا فيها يعني بحراره الغرفه، ما نحتاجوهاش تكون ذايبه. ضفت معكم هنا 2 مغارف نتاع الكاكاو اللي يكون هو الكاكاو الحلو ماشي الكاكاو المر. نحاول كامل نخلط المكونات كما راكم تشوفوا، ونبدا نزيد الفرينه. بالنسبه للفرينه انا هنايا راح ندير معكم اول حاجه الكاس الاول، ونبدا نضيف الفرينه حتى نتحصل على عجينه. وبالنسبة للعجينة ما لازمش تكون ناشفة بزاف وما تكونش يابسة بزاف. يعني لو كان يعني في الحالتين راح يعني العجينة تاعنا الحلوة تاعنا ماهيش راح تخرج لنا مليحة. اذا خليناها العجينة جارية بزاف كي نحطوها في الكيسات راح تهبط، واذا يبسناها بزاف رايحة العجينة تاعنا تيبس لنا وحنا نطيبوا فيها. من الاحسن نكونوا هنا مركزين مليح مع الفرينة، يعني نكون العجينة نص بنص. يعني دوكا تشوفوها معايا كيما بهذه الطريقة، يعني ما تكون تتلاصق بزاف ما تكون جارية بزاف. وانا اخترت معكم هذو الكيسات، وانتم اي كيسات يكون عندكم تقدروا تستعملوهم. بالنسبة للكيسات انا يعني مطيبة بهم من قبل. حتى لو كان يكون شريتهم يعني من اول مرة يعني في المحل، ما نضيف لهم لا زيت لا سمن لا فرينة، مباشرة نستعملهم. كما تشوفوا هنا الكرية الوحدة اللي أنا استعملتها تاع العجينة تكون فيها 20 غرام. الوزن نتاعها كما تشوفوا. نحاول كامل نسويها بهذه الطريقة وبصبعي. ونزيد نحثنك الزوائد إذا كان كاين زوائد، يعني نسويها كاملة باش تجيني شكل حلوة مليح. وانا اذا حسيتوا يعني تكون العجينه تلصق لكم في صباعكم ولا حاجه، حاولوا انكم تضيفوا شويه تاع فرينه فقط، ويعني بصبعكم تمسوا الفرينه هكذا بهذه الطريقه، وتحاولوا انكم تخدموها بالعقل فقط، وانتم تكونوا خدمتوا الشكل يكون جميل ويكون تانيك باش ما تهبط لكمش الحواشي هذوك تاع الحلوى، عفوا تاع الكيسات. بهذه الطريقة، وما تكونش خشينة بزاف وما تكونش رقيقة بزاف بهذه الطريقة. من بعدها مباشرة ندخلها الفرن. كما تشوفوا انا ثانيك يعني سمحوا لي اني ما صورت لكمش المقطع. بعد ما خرجتها من الفرن انا شعلت لها فقط من تحت، وخليت يعني المروحية كانت شاعلة في الفرن، هي اللي خلت النار خلت الحلوى تاعي تطيب لي من الفوق.
هنا من بعد ما خليتها راحت حطيتها يعني بجهة تبرد. هنا راح نطلع معكم الكريم شانتيه عادي، انا طلعتها هنايا بالماء فقط. انتم يعني اذا كنتوا حابين تطلعوها بالحليب ولا تطلعوها بالياغورت ولا باي مكون انتم حابين يكون عندكم، يعني حابين تطلعوها طلعوها. هنا نحاول نطلعها تكون يعني ما تكونش جارية بزاف كيما تاع الحلوى، يعني كي نكونوا حابين نديروا مثلا تاخت ولا. هنا من الأحسن تكون شوية شادة روحها. هنا ثانيك بالنسبة للتزيين وبالنسبة للخطوات اللي أنا نضيفهم. هنا إذا كان عندك معجون، يعني أي معجون، أي نكهة تاع معجون يكون عندك تقدر تضيفيها. أنا كان عندي هنايا طوفية، حبيت ندير نكهة الطوفية راح تعطيني ثانيك ذوق ما شاء الله. نحاول نكمل الكمية، ومن بعد نجيب يعني الكريم شانتيه اللي أنا طلعتها، ونحاول أني نديرها بهذه الطريقة. نكمل كامل الكمية اللي عندي بالكريم شانتيه، وفي نفس الوقت أنا نذوب الشوكولا، نذوبها إذا كان عندي ميكرو أوند نذوبها في ميكرو أوند. إذا كان ما عندكش تقدري تذوبيها في حمام مائي. ونشوفوا الخطوة الأخيرة كيفاش راح نكملوا تزيينها بالشوكولا. وأنا بعد ما كملت كامل الكمية ذوبت تانيك شوكولا. دوكا نشوفوا الخطوة نتاع الشوكولا كيفاش نكملوا تزيينها. انا هنايا هذه الخطوة اختيارية، انا عندي هنايا شوية تاع الكاوكاو، حاولت اني نحمصها ونضيفها للشوكولا. نتوما اذا كان ما عندكمش تقدروا تستغنوا عليه، تخلوا فقط الشوكولا. تانيك راح تجي شكلها مليح. بالنسبة للشوكولا أنا ما ضفت لها حتى إضافات، فقط بعد ما ذابت لي حطيت لها زوج مغارف تاع زيت وخلطت فقط برك باش تكون هذيك كاينة هذيك اللمعة. وكما تشوفوا بهذه الطريقة نحاول اني نغطي كامل الحلوى من الفوق، وفي نفس الوقت نحاول ندير هذه الطريقة كما تشوفوا، يعني نهز شوية الحلوى برك باش يعني يبان لي هذاك الشكل نتاع الكريم شانتيه، راح يعطيها يعني شكل جميل. كملها كامل ونخلوها تنشف مليح باش يعني نتحصلوا على الشكل كما راكم تشوفوا فيه ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي تجربوها وينال رضاكم وينال اعجابكم الفيديو وتنال رضاكم تانيك الحلوة وتعجبكم. وان شاء الله يا ربي دامت افراحكم ودامت يعني ايامكم كلها افراح وسعادة. نقول لكم هنا ما بغالي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نقول لكم نحبكم، باي باي.